هذا الفيديو مو بس رحلة تنحيف، هذا الفيديو حيكون رحلة تغيير اسلوب الحياة. حنتعلم شلون نتغذى صحيح، ننام واحنا مرتاحين بدون اي مشاكل صحية، ونتخلص من كل مشاكلنا. وعلى مدار 3 سنوات كنت اسوي كل الوصفات اللي الجمهور يحبها، وبنفس الوقت عملي كشيف يطلب علي انه اذوق كل شيء حرفيا واكل كل شيء بدون ما افكر تبعاته. وفتشي يعني انه انا وزني بصراحة كلش زاد، وتقريبا 99 شويه راح يوصل 100. فهالشيء ده يسبب لي هواي ضيق بالتنفس، بالنوم مو مريح، لما اصعد درجه اختنق، وبينت اعراضه. يعني بصراحه لازم واحد يلحق على نفسه، يعني من اول ما يشوف بدايه اعراضه. هواي قلت راح اسوي دايت خلال هاي الفتره اللي راحت، بس ان شاء الله المره راح تكون صدق وننقل لكم تجربه كامله. مباشرة راسلنا كابتن ياسر واشتركنا بالجيم دايركت. الجيم كان كلش مرتب ونظيف، بس كان اكو مشكلة انه اول يوم الجيم لقينا شخص كلش نحبه، كنت راح اضم عليه الموضوع لحد ما انشره فجأة. بس هاي شنو؟ ايش جابك هنا؟ انا مكانه رياضه وجيم وحركات. هو انت هي هنا تمرن انت ايش جابك؟ تسمع من الناس وانت هنا؟ لا تقول لأحد، لا تقول لا لأحد. صدق انا قلت ما اقول لأحد، عضل وبعدين انشر. شلونك؟ شو اخبارك؟ شنو؟ زين ايش معنى هنا؟ شلون هاي؟ بعد ايش معنى هنا؟ عبرت مين؟ شفت العلامه مالتهم حلوه، اللوجو عجبني. اليوم اول يوم لي، هاي بداية دخولي طبعا. الكابتن هنا هو اللي راح، انا خلصت البطل ما قبل لا ابلش بالتمرين. فاليوم بداية دخولي. زين لقينا حسن اسماعيل شفناه بالصدفة، فالكابتن راح ينطي ملاحظات ايش نحتاج وشنو يراد لنا حتى نبلش بالتمرين. فكابتن مصطفى ويانا نبدي. اليوم نشد. فهو حيقول لنا بالبداية، هاي أول يوم لي بالجيم. كل مرة أقول أروح للجيم، بس صراحة آخر مرة رحت دفعت اشتراك ورحت يوم واحد بس. خلص عادي هاي تمسكها بإيدك خليها هنا. يلا خلينا نخليها هنا صحيحة على وجه لا عادي مشكلة. يلا. زين كالهيئة بدك تشوفك ببالك. الهيئة بضياع صراحة، بضياع مو اجامل انا. زين ايش يحتاج ان حتى نعضل نصير نفس الموضوع اللي هنا يعني؟ والله موضوع التزام يمك، انت شيف ولازم الاكل يمك والاعدادات كلها بيدك. احنا علينا ايش نسوي له محمد؟ بس تمرين نجلد. احنا علينا نجلدك وانت بعد الاكل يمك. لا احنا حنعطيك الخطه، لان اذا تعوفه يمك التاكلات كلها غربي. اي غربي بضيع. انت تطبخ غربي احنا ناكل. احنا راح ناكل اكلك الغربي ونعطيك الاكل الدايت لك. يلا بطل. واخذت الاحماء مباشره للتمرين. بصراحه ما كنت مهيئ نفسي، واصلا الاجهزه كلها ما اعرفها وبيئه جديده علي للامانه يعني. فالكابتن مصطفى وكابتن محمد كانوا وياي يعلمونا على الاجهزه وشلون نستخدمهم وشلون نتمرن بكل جهاز. هذا التمرين الثاني. والله ورطه. يوم اول يوم بصراحة تعب هواي. كان آخر تمرين هو مشي بس بصورة اللي هي سريعة، وتعب صراحة. نفسي انقطع، ايدي هاي حسيت كذا مشنجن. اعتقد انه هو اول يوم لياقتكم صفر، وان شاء الله القادم افضل واحسن. الوجبة الاولى اليوم بيض ال5 بيضات وصفار مال بيضتين، وانا حبيت اخلي وياها معدنوس شوية وطماطة وملح وفلفل اسود، وبطاطا مهروسة 100 غرام، وتفاحة. هذه أول وجبة. صدور مال دجاج أنا مقطعه بهذا الشكل مثل الشاورما تقريبا. راح أخلي عليها ملح، فلفل أسود، شوية ليمون، زيت الزيتون تقريبا 5 غرام أو 10، ثوم مهروس، والبابريكا مدخنة. انزلي الله يخليك.
طاوة حارة تخلون بيه الدجاج تقريبا 4 دقائق حيكون مستوي، ولا تحركوه لحد ما هو يصير يتحرك يعني الحال، يعني اول مرة راح تحركوه راح يكون لازق، لازم شوي ياخذ وجه حتى بعدين تحركوه يكون عادي ماكو مشكلة. الدجاج اذا كان مقطع بهذا الحجم وبهذا الثكنس الثخن مالته يعني خلاص هو 4 دقائق كلش كافي، اذا راح تخلوه اكثر راح يصير ناشف. للسلطة هنا عندي شمندر وبربين وعندي خس. بربين هذا ما ادري شنو يسموه، اللبنانيين يسموه بقلة ويسموه حمقة هو بربين يعني ما ادري شو يسموه ما اعرف. هنا للصوص ليمون حامض عصير، بس خليه يفتح هذا وخل بلسمك. تقدرون تستخدمون خل تفاح بس هذا النكهة مالته اطيب ويطلع عندكم غير نكهات. راح اضيف ملح خبطة زينة وراح نديره فوق السلطة ونخلط كل هاي المكونات سوية. بالنهاية صار عندنا بهذا الجمال 100 غرام دجاج، يعني هو 110 شوي نزاغل. 100 غرام دجاج والسلطة، وجبة متكاملة وصحية ان شاء الله. اليوم الثاني للجيم وهذا جمال بغداد. بعد نشتاق لك بعد العشق البعد ما ينوصف. نشوف الوزن اليوم الثاني وهو كان 900 و700 غرام. صراحة أول يوم وزنته ما صورت لكم إياه، كان 100 كيلو و300 غرام أو 200 غرام. فهنا سألنا كابتن ياسر معقولة هذا الفقدان بالوزن بصورة صحيحة أو ليش نزل الوزن هيك على السريع؟ طبيعي يكون عندك بالبداية استخدام الجلايكوجين الموجود مخزن بالكبد والعضلات، فتستخدمه كطاقة للجسم، فيكون عندك نزول سريع اللي هو السوائل. تمام، شكرا جزيلا كابتن. احنا عبالنا عندكم مشكلة بالوزن. لا طبيعي جدا. ما ينزل وراها باسبوع. لا طبيعي جدا. هاي سوائل بالبداية تنزل عندك، بعدها يتوقف وزنك، بعدها باسبوعين 3 يبدي نزول الوزن طبيعي. البارحة انا بس سلمت عليكم 400 غرام نزل وزني. هاي كل زين. شكرا جزيلا. هلا بك حبيبي، اهلا وسهلا. السؤال الثاني هو كان الكابتن محمد انه هل تمارين الكرش اللي نسويها احنا بالبيت او تمارين البطن اللي هو ضغط على المعده وطحن المعده او غيره للكرش هي هاي اللي راح تنزل وزن، ام اكو تمارين ثانيه اسهل واصح للتمارين الكرش؟ كلش صحيح هذا السؤال، بس هو ماكو شيء اسمه تمرين. التمرين شنو يستهدف عضله. هنا هاي المنطقه شنو؟ هاي ما تعتبر عضله، تعتبر دهون. انت اذا مرنت عضله البطن والكرش هذا موجود راح يندفع، الكرش راح يزيد بهالطريقه. فالحل الامثل الالتزام بالاكل وكارديو، بس كارديو الاهم اللي هو مثلا المشي اوبتيكال، مشي سريع. البيت جهاز جري مال البيوت موجود وبسيط، مجرد خطوات هيك بسيطه الصبح على الريق وخلص. هذا هو بس شيء كلش بسيط. بطن ولا تشنج؟ لا ما له علاقه. شكرا جزيلا حبيبي. بما انه الكابتن دا ياكل شنو الدايت يعني حرمان كابتن لو شنو؟ والله مبين هو حرمان بدون ما تجاوب. الدايت اسلوب حياه. زين. اي صراحه يعني انت اذا تريد تعيش حياه صحيه بعيد عن شلون احنا نقول الامراض المزمنه، الله يشفيك الشر، تلتزم. ممكن انت كل شهر مثلا تغير يعني من النفسيه، احنا نسميها تشيت ميل، وجبه غش، بس هم ضمن الحدود. اسبوع ما يصير كل اسبوع؟ كل اسبوع هيك تخرب هوايه. لازم كل شهر. كل شهر يعني مثلا كل شهر، مرات كل اسبوعين. والله اذا يجون اخوتك هنا يعزموك ها؟ لا كل اسبوع تصير. انت بعد انا راح انت لا هو مبين هسه هنا مبين ملتزم، عاد ندري وراي شلون تصير الامور. وراي لا ماكو، لا هسه ملتزم. نبلش بتمارين اليوم الثاني. ضروري الإحماء قبل التمرين هو يساعدك بالتمرين ويقلل من الإصابة، ولازم تسوون إحماء ضروري كلش هواية. وأي شيء تشوفه بالجيم
تشوف ناس تشيل اوزان ثقيله مثل هنا الاخ ما شاء الله عليه، يعني لا تحبط، لا تفكر بهذا الاوزان، انت ابدي من البدايه. بصراحه انا كنت كل شيء يعني محبط، بس ماكم علاقه. بس ما شاء الله عليه يعني. اول اسبوع لين ما اعرف الاجهزه، فكابتن محمد هو اللي يعلمنا على الاجهزه شلون تصير. هنا كانت المفاجأة انه هذا الوزن هو اقصى وزن اقدر استخدمه بهذا التمرين. من تمرين لتمرين يفرق الوزن وتفرق التحمل مع العضلة، فهذا التمرين كان اقصى حد وهو 5 كيلو للأسف. والسباحة هم كان لها حصة لان هي تقوي القلب والرئتين وتساعد بحرق سعرات حرارية جدا عالية، وهي تشغل تقريبا كل عظام الجسم وتحسن النوم. طالع عبالك نحلة. بعد التمرين لازم شوي واحد يرخي التشنجات تعبان. اليوم الثالث اعتيادي انت وماشي واحد يكسر عليك مثل ابو التاهو. مثل ما تشوفون هذا هو فندق قلب العالم اللي بالاونه الاخير صار ترند. بصراحة الفندق هذا انبنى حتى الناس توقف مقابله ويسحبون صوره يسوون ريلزات للأسف الشديد يعني. بس اعتقد هو واجهة حضارية كلش حلوة، واجهة لبغداد وما شاء الله عليهم، وان شاء الله دائما متميزين. بصراحة بعدني ما جربته ولا دخلت له، بس اعتقد فشي كلش حلو. اليوم الثالث بصراحة كان هو الأصعب بالنسبة لي، لأن أول يوم وثاني يوم التشنجات جاي تزيد والعضلات جاي توجعني، وبصراحة من التعب أغراضي خليتها باللوكر ونسيت أصلا وين خليتها. نسينا اللوكر وين؟ من التمرين بعد ما عنده الا وين؟ تعب مع التمرين، هذين وتمرينك 100%. اي اصلي. عافية شيء بشير. يا وهذا والرمز. الرمز لا ما لحقنا عليه، كان طيناه للناس. لزمناه. لا مو هذا ولد خطيه. ايش قد الرقم؟ 8 يمكن. شوفوا هذا دا يشرب. هذا هو اليوم الثالث. الجسم ب 360 عظمة حرفيا، كل هالعظام جات توجعني. متشنج تعبان. ممكن هذا لان بداية هاي التمارين، فالجسم اكيد راح يتأثر، العضلات والاعصاب كل شيء. فان شاء الله يخف هذه التشنجات تخف ونصير احسن ان شاء الله. هذا هو اليوم الرابع من التمرين. امشي وانا عبالك روبوت من التشنجات، عظامي طقطق، جسمي متشنج، بس الحمد لله والشكر مستمر ان شاء الله. ودا احس بتحسن شويه من ناحيه التنفس، من ناحيه النوم، النفسيه شويه تغيرت للامانه. يعني اليوم حتى اذا واحد يطلع يمشي مثلا كل يوم نص ساعه هم انا اشوفها كلش كافيه، وراح تغير من نفسيته كلش هوايه ومن صحته ايضا. كل لقمه تاكلها يا تبنيك يا تكسرك للامانه. يعني انا ما كنت حاسب هذا الموضوع، بس وصل مرحله صحيه كلش اذتني، والحمد لله والشكر هسه جاي اعالج هذا الموضوع. وانتم ايضا انتبهوا لنفسكم، كل لقمه تاكلوها يا تبنيكم يا تكسركم. حتى اذا اشياء تحبوها اكلوها، بس اطلعوا امشوا، اطلعوا ركضوا، شويه تحركوا، حتى هذه السعرات الحراريه او الدهون شويه تخف من جسمكم. هذا هو اول اسبوع لي باسلوب حياه جديد، 4 ايام تمرين ويومين راحه ويوم واحد كارديو. الاسبوع الجاي راح نعطيكم هواي وصفات صحيه، وصفات دايت، وراح نعطيكم هواي نصايح من الكباتن. تابعونا على يوتيوب. الفيديو الاول هذا لنا نزل، والاسبوع الثاني ان شاء الله الفيديو جديد. واهم شيء ادعونا ان شاء الله، احنا راح نبقى الاسبوع الثاني موجودين وراح نكمل بالتمرين ان شاء الله.